جولة مشتريات يوم وقفة رمضان. ليش كل العالم ما بتتذكر تشتري مشترياتها غير آخر لحظة قبل رمضان؟ اكتبوا لي هل أنتم مثلهم أو لا. تذكرت أبي كيف كانوا آخر يوم فعليا هيك قبل رمضان، يعني وقفة رمضان لازم تلاقي كل الأسواق زحمة وكل العالم عم تشتري كل المشتريات. وبهذا اليوم بالذات إذا نحن كان بدنا مثلا كيلو لحمة، لا بناخد 3 كيليات. ليش؟ ما بعرف. هون فتت على السوبر ماركت، تخيلوا لدرجة الزحمة إنه ما في ولا عربية أبدا للتسوق، كلهم فل. والحلو كمان انه اغلب الشركات عاملين عروض بهذا اليوم، بتلاقي اغلب الاسعار عليها عرض من 5 جنيه او 10 جنيه تخفيض. وجولة ما بتخلص هون، ما بس عند السوبر ماركت، اكيد بدنا نروح على الخضرجي وبدنا نروح عند اللحام لنجيب باقي الشغلات. ومن عدا هيك اكيد رح يجي وقت وانت تنسى شيء كان بدك اياه وما جبته. وبالمناسبة انا تركت لكم اسعار المنتجات يلي اشتريتهم مشان انتم تقارنوا الاسعار عندكم. جبت هون الفستق الحلبي الكيلو ب 1480. قديش عندكم؟ اكتبوا لي بالله قد ايه الاسعار. نهيناها عند بستان الشام وفستق حلب، واخر شيء عند زين الشام. مشان نجيب اللحمة اكتبوا لي بالتعليقات شو رح تتسحروا.